اليوم راح نتحدث عن، مثل ما تعرفون يعني ضيوفنا دائما يكونون مميزين. ضيف عن الجانب الصحي، الطبي، ثقافي. برنامجنا دائما يعني يستضيف ضيوف متعددين يعني الاختصاصات. اليوم ضيفنا راح يختص في الأدب والحركة الأدبية وكذلك الثقافة بشكل عام. نستضيف اليوم الأستاذ الدكتور آزاد عبد الواحد كريم، مدير مركز دراسات جامعة كركوك. أهلا وسهلا بك دكتور، شرفتنا في برنامجنا الصباحي. صباح الأنوار لكم وللمشاهدين الكرام. شكرا للاستضافة، وأنا مستعد لكل من تسألونه على إن شاء الله الثقافة. دكتور يعني خلي نشوف بشكل عام أول شيء وضع الأدب والكتاب بشكل عام حاليا الشونة والحركة هاي شونة في محافظة كركوك. الحركة الأدبية تستند إلى معطيات أو إلى عناصر مهمة تخدم المجتمع وبالأخص المجتمع الكركوكي. جنابكم ترون بأن قضية السوشيال ميديا أو قضية نشر الإعلام في المجتمع مهمة خاصة تناط بالأدباء والشعراء بالدرجة الأولى كمصلحين اجتماعيين، حيث سماهم أرسطو وأفلاطون بمصلحي المجتمع. الأدب جزء لا يتجزأ من السمات الشخصية الفردية، ثم تؤدي إلى تكوين مجتمع فاضل، مجتمع مثالي، مجتمع بيرفكت، حيث الأدب له دور كبير في نشر الوعي والثقافة وفي جمع لم شمل المجتمع في كل النواحي. طيب. حيث الأفكار والمودة والمحبة وإعطاء نوع من الجهود الإنسانية القيمة التي تؤدي إلى المجتمع. نحن في كركوك مجتمع متنوع، هو سائل العراق. أكيد. الأدب في كركوك مر بعصور نيرة، بعصور مظلمة، أو مرات بفترات متفاوتة، حيث العوامل الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية وأيديولوجيات متعددة مرات تؤدي إلى نمو الأدب، ونفس الأسباب تؤدي إلى جمود العقيدة الأدبية. تعرفون بأن كركوك مدينة فيها قوميات، فيها ثقافات وإيديولوجيات متعددة، ولكن هذا ما يمنع بأن ينمو الأدب في كركوك. كركوك معروف عنها بأنها مدينة أخذت على عاتقها هموم الناس، هموم الاجتماع، هموم السياسة، هموم الاقتصاد، هموم لم شمل القوميات والمكونات المتعددة داخل كركوك. طيب. أنا أرى في المشهد الثقافي الكركوكي بأن كركوك كان لها باع طويل منذ الأزمنة الغابرة والقديمة في إعطاء زخم دائمي لموضوع الثقافة والفكر والأدب في كركوك. والمثال على ذلك شعراء كركوكيين كانوا مشهورين ضمن أطر الثقافة الأدبية النيرة في تاريخ الأدب الكردي والأدب الكركوكي، أمثال الشيخ رزا، ملا فتاح الجباري، حسن كنوش، لطفي وشعراء آخرون، قامات كبيرة. نعم. طيب، بالنسبة لي تحدثت يعني عن التاريخ وكيف أن القوميات والتنوع الموجود في كركوك. برأيك يعني التجاذبات اللي ممكن تحصل، التشنجات اللي ممكن تحصل يعني خلال فترات يعني قليلة أو يعني بسيطة ما بين الأطياف الموجودة في كركوك، يعني هل أثرت على الحركة الأدبية أو يعني ممكن الأدب تناولوا هذا الموضوع أو أثر على كتاباتهم؟ أفلاطون له مقولة مشهورة يقول بأن الأدب فوضى كلمات، أو في مقال آخر يقول في أيوناته في كتابه المشهور
الجمهورية الفاضلة أو جمهورية أفلاطون. يقول بأن الشعراء ثرثار ومجانون. لو نسأل ما هو عمل الأدب؟ الأدب بالأصل أنا سميت في إحدى كتاباتي سميته التشنج العضلي للكلمات، وبالأخص في مدينة كما ذكر جناب بأن هناك تشنجات أو صراعات أدبية وفكرية، وفي خضم الصراعات السياسية يولد أدب يتناول مجمل القضايا التي تحدث في المجتمعات. لكن هذا ما يمنع أو لا يمنع بأن يكون للأدب أطر خاص أو زخرفة خاصة يدلو فيها كل فرد من المجتمع الكركوكي، سواء كان عربيا أم كرديا أم تركمانيا أو مسيحيا أو آشوريا. هذا لا يمنع بأن لهم فضل كبير في محو تلك الصراعات الفكرية والتشنجات الحاصلة من خلال إيديولوجيات متعددة. لأن من حق الإنسان أن يعيش على الأرض ويتكاتف ويصادق ويأكل طعامه مشربه مأكله، يجب أن يكون في على أرض خصبة، أرض لا تعرف التشنجات، أرض تأوي كل مكونات المجتمع أو الشعب الذي يعيش عليه. طيب دكتور، من يعني نتكلم فاطمة عن الأدب وعن الحركة الثقافية، يمكن يخطر أول شيء ببالنا الكتب، قراءة الكتب، الإقبال على الكتب، مؤلفات الكاتبين. حاليا شلون نشوف يعني خلينا نقول نسبة القراء في محافظة كركوك والإقبال اللي حاليا دا يصير، أو حاليا هو أكو إقبال على قراءة الكتب بشكل عام والمكتبة المركزية في كركوك بشكل خاص؟ كما يقال المثل السيف ذو حدين، فالتطور التكنولوجيا أيضا ذو حدين. الثقافة العامة سؤال يطرحه كل فرد في المجتمع لنمو قابلياته، لتكوين ثقافة دائمية تمحو كل آثار مع السلبيات، والفرد يقدم الإيجابيات لمجتمعه. لكن مع الأسف التطور التكنولوجي يجب أن يخدم الإنسان، لكن في الآونة الأخيرة أنا أرى بأن المعضلة الرئيسية في التطور التكنولوجي هي أن التطور التكنولوجي نحن الشرقيين لم نأخذه كما هو، أو الجانب الإيجابي، بل أخذناه بعكسه أو بالضد من المطلوب أو تطلعات الشخص. طيب. بالأخص في مجال الأدب قل القراء، والمثل يقول الإناء ينضح بما فيه. كلما يقرأ الإنسان ينمي قابلياته ويتطور عقليته القرائية للأحداث، لما يؤول إليه المجتمع، لما يمر به المجتمعات الإنسانية من مآسٍ ومخاض وصراعات وتشنجات وأفكار إيجابية سلبية. لكن ليس في كركوك وحدها، بل في المجتمعات الإنسانية الحالية. الآن عصر الخصخصة وعصر المادة وعصر التطور التكنولوجي لملء الجيوب، ليس لملء العقول. فهذه معضلة كبيرة جدا. أنا أدرس أستاذ جامعي في الجامعة، لو نقارن بين نسبة القراء قبل 10 سنوات أو 20 سنة وحتى العام، نرى يوم بعد يوم تقل النسبة. السبب انشغال الشباب أو انشغال المجتمعات بالسوشيال ميديا واستعماله بطريقته غير الصحيحة. عندك يوتيوب، عندك تيك توك، عندك وسائل، هاي الوسائل هي وسائل ترفيهية وليست وسائل تثقيفية. ولهذا لكن رغم هذا كركوك تمتاز بحيويتها، تمتاز
بكثرة أدبائها وشعرائها، وأرى بأنه ليس كل ما يقال عن الثقافة الدائمية أو الاستدامة المستدامة، الثقافة في كركوك ليس فيها خير. طيب يتحدث الدكتور فاطمة مثل ما شفتي عن أنه مسوين دراسة عن تراجع أو ازدياد نسبة الإقبال على قراءة الكتب، وهذا يعني واحدة من مهام باعتبارك مدير مركز دراسات جامعة كركوك. هاي واحدة من الأعمال التي يعني أنتم تعملون عليها. شنو طبيعة يعني عملكم في مركز دراسات جامعة كركوك؟ مركز دراسات جامعة كركوك استحدث في عام 2024 بأمر وزاري، يعني عمره حديث جدا. ولكن رغم ذلك من مهام مركزنا نحن، أنا كمدير ولدي قسمان في مركزي، قسم حوار الأديان طيب. وقسم السلم المجتمعي. تناط مهمات القسمين حول مسائل نبذ الطائفية والتطرف وجمع الأفكار والعقائد والأيديولوجيات داخل المجتمع الكركوكي بما يخدم كركوك ويخدم الإنسانية في كركوك. لكن رغم هذا مهماتنا كثيرة وجمة، منها نقيم ندوات فكرية دينية ثقافية، نحاول تقارب وجهات النظر ما بين الأديان أو ما بين الطوائف والمذاهب في كركوك. ولدينا علاقات مهمة جدا، حيث أنا وقعت مذكرات تفاهم طبعا تحت رعاية الجامعة رئيس الجامعة. وقعنا مذكرات تفاهم مع مراكز ثقافية كمركز دوحة، مركز حوار الأديان في دوحة قطر، طيب. وجامعة الأزهر، ومراكز ثقافية في أذربيجان. هناك مراكز ثقافية كردية درزية إيزيدية في أذربيجان وقرغيزيا وطاجكستان ودول الاتحاد السوفيتي السابق. الهدف منها؟ الهدف من إقامة أو عقد تلك المذكرات هي تبادل الخبرات والباحثين وإقامة الندوات ونشر التوعية، حيث أقمنا علاقات مع دواوين الوقف الشيعي والوقف السني والمراكز التي تهمها الثقافة المستدامة والثقافة الدائمية، حيث لخدمة الإنسانية جمعاء. طيب دكتور، يعني واحدة من الدراسات والأعمال اللي عملتوا عليها في مركز دراسات جامعة كركوك واللي كانت يعني قريبة من الشارع، مثلا حضرتك ذكرت مثلا الإحصائية اللي تحدثت عن قراءة الكتب، أكو شيء يعني مقارب لهذا الموضوع أيضا عملتوا عليه في الفترة السابقة؟ ليست من مهمة المركز نقيم إحصائيات، لكن هناك باحثين. طيب. باحثين يشاركوننا في استمارات استبيانية، حيث يوزعون على المجتمع، على الطلاب، على المثقفين، الأدباء والشعراء والكتاب. هناك استمارات استبيانية، أو هناك استبيانات شفهية، أو استبيانات كتابية. نحن نلم تلك الاستبيانات ونضعها في خانة الإحصاء، حيث نميز ما بين الأديب المثقف، الأديب القارئ، والأديب المتدين، والأديب العلماني، والأديب الليبرالي، والشخص الراديكالي. تصنيف يكون نصنف كل تلك الأناس كل على هيئته وعلى مقامه وعلى شاكلته. طيب دكتور، لضيق الوقت يعني أريد أخوض آخر ملف وياك في انتخابات اتحاد كتاب وأدباء كركوك اللي راح يجري يوم غد. شلون هاي الانتخابات راح تجري وحضرتك من المرشحين لهاي خلينا نقول هذا الاتحاد؟ تفضل. بعون الله. طبعا أسس اتحاد الأدباء الكتاب العراق عام 1959 وكان برئاسة المرحوم الشاعر الكبير العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري، وكان من ضمن أعضاء الاتحاد أو أول اتحاد أدبي في العراق كان المرحوم مام جلال، ومنح شهادة فخري ومنح لقب دائمي لحب محمد مهدي الجواهري مام جلال المرحوم. مرت سنوات
عمل اتحاد أدباء وكتاب العراق بصورة جيدة. كان للشعراء وأدباء نتاجات كثيرة. وحيث انتخابات يوم غد الساعة 3 في قاعة كلية التربية تقام انتخابات بما يقال لتكوين مؤسسة جديدة وللنهوض بأعمال الاتحاد. من يحق لهم التصويت دكتور؟ هم الأعضاء عددهم المنتمين يفوق إلى فوق 380 شخص. طيب، لهم حق الذي جدد الهوية وهو عضو دائمي، له الحق في ترشيح القوائم الأربعة. القائمة الأربعية 2 يرشح من عدد محدود، يرشح 2. القائمة الكردية شخصان وأديبان. القائمة التركمانية شخصان. والقائمة المسيحية هناك شخص واحد نعتبرها كوتا. طيب، هذا راح يكون عندهم برنامج لخدمة الحركة الكتاب والأدباء في المرحلة القادمة؟ لكل مؤسسة ولكل أورغان أو لكل اتحاد أو لكل نقابة هناك نظام داخلي. نظام داخلي حيث يمشون على هذا النظام. والنظام الموجود في اتحاد أدباء وكتاب العراق هو نظام محدد جدا حول آلية العمل، عمل الأدباء، نتاجات الأدباء، وإعطاء ثمرة مهمة تخدم المجتمع الكركوكي والمجتمع العراقي بصورة عامة. آخر رسالتك باعتبارك مرشح للاتحاد، شنو ممكن تقدر تقدمه إذا حصلت على الشرف في الاتحاد؟ إذا رشحت، أنا عضو دائم في اتحاد أدباء طيب. كتاب العراق واتحاد أدباء كتاب الكردستانيين. وطالب من ينتصر أو الغلبة لمن أن يخدم وطنه وعقيدته السمحاء، ويحث ويشجع على القراءة وعلى الكتابة وعلى رفض المكتبة العراقية بكتب ونتاجات قيمة تخدم المجتمع. الأستاذ الدكتور أعزاد عبد الواحد كريم، مدير مركز دراسات جامعة كركوك، شكرا جزيلا، كنت ضيفا عزيزا معنا. شكرا لكم. شكرا. مشاهدي فضائية كركوك، كانت هذه ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. نتمنى لكم نهاية أسبوع جميل ولطيف برفقة العائلة والأصدقاء. تناولنا أنا وفاطمة فقرات المتنوعة خلال هذا برنامجنا الصباحي. نتمنى نشوفكم بكل خير في لقائنا القادم. في أمان الله. خوش شقان.